السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اليوم قصة أخرى مشابهة لقصة العقيد شعباني، وهي لشاب مثقف ذو شعبية بين الأوساط السياسية والشعبية، وهذا ما جعله تهديدا لبعض الأشخاص نفسهم الذين رأوا خطرا في استمرار شعباني على قيد الحياة. اليوم سنسرد قصة وزير الخارجية محمد خميستي ونهايته المأساوية، وكذلك نهاية قاتله الغامضة ومن المستفيد من تنحيته. سنعطي لمحة موجزة عن حياته ثم ننهي بعملية اغتياله. نبدأ على بركة الله. ولد محمد خميستي في 11 من أوت عام 1930 في ولاية تلمسان، وكان الأصغر في عائلته المكونة من 5 ذكور وبنتين. نجح في البكالوريا واختار دراسة الطب في فرنسا بجامعة مونبولي. أثناء دراسته جرى اتصال بينه وبين جبهة التحرير عام 1955 عندما بدأت اتحادية الجبهة في تشكيل قواعد بفرنسا. بالتزامن مع ذلك انطلقت عملية تنظيم الحركة الطلابية للجزائريين، وهذا الاتصال لقى تجاوبا بين الطلبة الجزائريين بفرنسا وسهل عملية المقاومة من قلب فرنسا. بعد ذلك قام خميستي ورفاقه بتأسيس فرع بجامعتهم، وتولى هو رئاسة الفرع بعد أن حظي بالتزكية كمرشح وحيد. وبعد هذا الفوز دعا هو وأصدقاؤه للانضمام لحزب جبهة التحرير، وشارك في إضراب 20 جانفي عام 1956 الذي كان ردا على حملات القمع الاستعماري. بدأ بتنظيم محاضرة بنقاش مفتوح حول المسألة الجزائرية، وقد تحرك طلبة اليمين المتطرف الفرنسيين لمنع هذه المحاضرة بقيادة جون مارك مورسون رئيس الطلبة الفرنسيين. ورد فرع محمد خميستي بالاستعانة بالطلاب المغرب العربي وزملائهم من المستعمرات الفرنسية عامة، مما رجح الكفة لصالح الفرع المقاوم. وبالفعل تم المؤتمر برئاسة خميستي ما بين 24 و30 من مارس من نفس السنة. ويعد هذا المؤتمر منعطفا حاسما في مسار الحركة الطلابية، بعد أن أعلن في لائحته العامة عن تعلقه باستقلال الجزائر ودعوته للإفراج عن جميع السجناء الوطنيين وتزكية جبهة التحرير كمفاوض شرعي وممثل وحيد للشعب الجزائري. كما ساهم في تأسيس فريق كرة القدم لحزب جبهة التحرير الوطني، ولا أحد ينكر فعالية هذا النادي في إيصال صوت المقاوم للخارج. نكمل مع خميستي، الطالب الذي كان رئيس الوفد في رحلاته عبر كل القارات، الذي توجه نحو موسكو إلى ألمانيا ليوصل صوت القضية الجزائرية إلى العالم. وبعد ذلك حظي محمد خميستي بلقاء مع الزعيم الفيتنامي هوشيمين. وبعد عودته إلى فرنسا أوقف في 12 من نوفمبر عام 1957. والجدير بالذكر أن سجن مونبولي سجل عددا هائلا ممن التحق بثورة التحرير، وهذا راجع إلى السجن الذي أقنعه بذلك. ثم سجن في سجن لاسونتي، وبعد ذلك تم نقله إلى السجن الحراش، ولم يجد صعوبة في التأقلم لأنه التقي برابح بطاط والذي كان قد نظم حياة المساجين هناك. وبعد أن نقل هذا الأخير تولى خميستي مكانه عن جدارة واستحقاق بالرغم من تحفظ جماعة ياسف سعدي، وليتم نقله مرة أخرى إلى مارسيليا، وهناك استفاد من الإفراج المؤقت ليهرب إلى لوزان بسويسرا متنكرا في صورة كاهن، وبمجرد أن وصل إلى هناك تم تكليفه بعدة مهام. وفي نفس الوقت استأنف دراسته في تخصص الاقتصاد السياسي استعدادا منه لمرحلة بناء الجزائر بعد أن أصبح الاستقلال قاب قوسين أو أدنى. كان عضوا في الهيئة التنفيذية المؤقتة التي اشتهرت بحكومة بومرداس، وتقلد عدة مناصب وأصبح حلقة مهمة في مناصرة أحمد بن بلة، واستطاع جلب مؤيدين له، لا سيما أن رياح السلطة كانت تهب في صالح بن بلة وحليفه قائد الأركان هواري بومدين. بعد وقف إطلاق النار وتشكيل أول حكومة جزائرية اقترح عليه منصب وزير الخارجية، وبهذه الصفة رافق الرئيس بن بلة إلى نيويورك، وقدم ترشح الجزائر لعضوية دائمة في الأمم المتحدة. وبعد ذلك قضى عدة جولات من مفاوضات إيفيان، وبعد ذلك سافر مع هواري بومدين إلى مصر. ذكرنا هذه الرحلة لأنه بعدها وأثناء غيابه ناقشت لجنة المالية ميزانية وزارته. ولاحظ عبد الرحمن فارس عضو اللجنة أن أحمد قايد رئيس لجنة الشؤون الخارجية تهجم على خميستي عدة مرات دون مبررات واضحة، وعندما عاد هذا الأخير أخبره بما حدث ونبهه في نفس الوقت، لكن الوزير خميستي طمأنه قائلا:
لا تشغل نفسك فأنا أعرف كيف أواجهه. لكن بعد أقل من شهر من تلك الرحلة، وحسب رواية فارس، أن خميستي عاد مرهقا من الزيارة المشرقية التي بذل فيها جهدا كبيرا، وقرر أنه حان الوقت لأخذ إجازة يعيد فيها حساباته ويقرر ماذا سيفعل في المستقبل، حيث كانت لديه نية الاستقالة والسفر هو وعائلته لأخذ قسط من الراحة. وأكدت زوجته خميستي لاحقا كلام فارس، مؤكدة أن زوجها كان ينوي الاستقالة ولكن لم يسعفه الوقت لفعلها، إذ وعند خروجه من مقر المجلس على 1:00 زوالا وبعد نهاية مناقشة ميزانية عام 1963 كان القاتل يترصده بالقرب من مبنى قصر زيغود يوسف، إذ كان خميستي ذاهبا لزوجته التي كانت تنتظره في السيارة ليسحب القاتل مسدسا مصوبا على محمد خميستي، وبعد ذلك نقل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة، وظل هناك لغاية 4 مايو عام 1963، إذ توفي محمد خميستي وتم دفنه في مقبرة لالا مغنية في المدية، وتنتهي حياة شاب طموح على يد مجرم. وهذا ما يأخذنا تباعا إلى القاتل. بالنسبة للقاتل، فبعد اعتقاله وخضوعه للمحاكمة، يقول الطبيب النفساني الذي عرض عليه أن المدعو الزناتي شخصية مهووسة بقتل الأمراء، وكان يبحث عن من يشفي غليله، فوضع القدر محمد خميستي في طريقه وكان مكان. نعم، هذا ما أكده الطبيب النفسي عند شهادته في المحكمة، وكان يمكن أن نصدق كلامه، لكن ما حصل بعد ذلك يطرح العديد من التساؤلات، إذ وجد القاتل مشنوقا في زنزانته يوم 20 جوان عام 1965، أي بعد يوم واحد من الانقلاب على نظام أحمد بن بلة من طرف هواري بومدين. وهذه الحادثة أكدت النظرية التي تزعم أن مقتل محمد خميستي كان الخطوة الأولى الممهدة لانقلاب هواري بومدين على أحمد بن بلة، ولم يكن محمد خميستي سوى عائق لوصول بومدين للسلطة، وكان لابد من التخلص منه، مثلما تم التخلص من كريم بالقاسم ومحمد خيضر ومحمد شعباني. وبعد سنوات طويلة، وبالتحديد في 29 من مارس عام 2011، خرجت أرملة محمد خميستي متهمة الحكومة آنذاك بأنها هي من قتلت زوجها، هو والكثير من المعارضين، موضحة أن زوجها كان حقا يريد الاستقالة لعدم اتفاقه مع نظام أحمد بن بلة، وهذا راجع لاختلاف الإيديولوجيا التي رفضها الوزير بقوة ليتم إسكاته بالرصاص أمام مقر المجلس الوطني، فقد كان معارضا وبشدة لفكرة الاشتراكية، ولكن حتى قرار انسحابه من المشهد السياسي لم يشفع له عند المهووسين بالسلطة والذين لم يكن يهمهم كم روح ستزهق في سبيل وصولهم لكرسي الرئاسة. وهنا تنتهي قصة محمد خميستي، الشاب الذي توفي عن عمر ناهز 32 سنة فقط. رحم الله محمد خميستي ورحم الله شهداء الوطن.